تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة بالتنسيق مع نظيرتها بمدينة تطوان على ضوء معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني زوال يوم الاثنين 7 نوفمبر الجاري من توقيف فتاة قاصر تبلغ من العمر 17 سنة، وذلك للاشتباه في تورطها في ارتكاب جريمة الضرب والجرح باستعمال السلاح الأبيض المفضي إلى الموت، والتي ذهب ضحيتها طالب يبلغ من العمر 20 سنة. وكانت مصالح الشرطة القضائية بمدينة طنجة مدعومة بتقني مسرح الجريمة قد باشرت يوم السبت 5 نوفمبر الجاري إجراءات معاينة جثة الهالك التي عثر عليها بمنزل يقطنه بمفرده بمدينة طنجة، والتي تحمل عدة طعنات بأطرافه العليا يشتبه في كونها ناجمة عن اعتداء بأداة حادة. وقد مكنت الأبحاث والتحريات الميدانية الدقيقة التي باشرتها الفرق الأمنية من توقيف المشتبه بها الرئيسية في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، والتي تعكف حاليا إجراءات البحث القضائي على تحديد أسبابها ودوافعها. كما مكنت أيضا من توقيف أحد أفراد عائلتها الذي يشتبه في تورطه في عدم التبليغ عن جناية وإتلاف أداة الجريمة وبعض العائدات الإجرامية. وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيها رهن المراقبة الشرطية لكونها لا زالت قاصر، بينما تم الاحتفاظ قريبها تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد كافة الظروف والملابسات المحيطة بهذه القضية.